عارف بلي عندك مشكله في التصاور، كتعيا مزيان ولكن في التصاور كتبان خايب، بينما بزاف ديال الناس واعرين في هذه المهاره وكيقدروا يطلعوا تصاور واعرين راسهم واللي دايرين بهم. التصاور ديالك كيمثلوا التفكير ديالك والشخصيه ديالك. سوف في هذا الفيديو غادي نوريك بزاف ديال الحوايج والاسرار اللي غادي يخليوك تطلع تصاور واعرين ليك ولصحابك وتصدم ليا بنادم في انستغرام وستوريات. ما تنساوش لايك والاشتراك الا بغيتو بحال هذا المحتوى وليتس جو. اوكي، اول حاجه هي ماشي ضروري خاص كاميرا، ومن الاحسن تكون كاميرا حيت تطلع لك واحد النتيجه واعره وبروفيسيونيل، ولكن تليفون قاضي غرض دابا واكثر هي الايفونات، وضروري بلي تاكد ان الكاميرا ممسوحه قبل ما تبدا التصوير. وانا عارف صحابك ميتين والو عمرهم طلعوا لك شي تصويره اللي واعره وكتحمر الوجه، لذلك اعتمد على راسك اخي، يا اما دير تايمر او لا تشري لك شي بلوتوث كليكر. ولا عرفتي شنو غادي دير؟ احسن حاجه هي صيفط الفيديو لصاحبك باش تستافدوا بجوج وتطلعوا تصاور هاربين لبعضياتكم. اوكي، ستيب الثانيه هي انك تحدد السايز ديال البيك اللي باغي. ما يمكنش مثلا غادي تاخذ واحد التصويره اللي مربعه وتبغي تحطها في بوست انستغرام، او ما امكن ملي تصور تحاول تجيب تصويره على حسب السايز المطلوب. مثلا بوست في انستغرام خاص يكون 1080 في 1080. ثالث حاجه هما السيتينغز ديال الكاميرا والوضعيه ديال اليد ديالك والهاتف. مثلا كنتي غادي تاخذ واحد السيلفي فدير بورتري وبرك على الوجه ديالك وقلل الضو شويه باش تعطي واحد اللمسه سينمائيه، وما تبعدش التليفون بزاف وما تقربوش باش ما يبانش غير نيف. اما الا كان صاحبك اللي غادي يصورك فنفس البلان، ما يبعدش بزاف وما يقربش اكثر من القياس، وضروري التليفون يكون جاي من تحت النص شويه اولا في النص دايركت، ما يكونش مهزوز بزاف هكا ما غاديش تستافد من السما ولي ديتاي ديال الباك جراوند اللي موراك، وما يكونش عاوتاني هابط اكثر من القياس باش ما تبانش طويل بزاف والجسم ديالك بحال الا مبريسي. انتبهوا مزيان المسافه ديالكم مع الكاميرا وتاكدوا ان الهاتف مقابل مع النص ديال الجسم ديالكم، ماشي الفوق بزاف وماشي لتحت. الحاجه الاخرى اللي ضروريه بزاف وخاصك تركز عليها وهي الاضاءه. فإلا ما كانتش اضاءه غنساو بلي التصوير غادي تطلع زوينه، وبالنسبه لي الاضاءه هي العامل باش تطلع واحد التصويره ولا واحد المشهد بجوده واعره ولا خايبه. فيمكن لكم تعتمدوا غير على الاضاءه ديال الشمس، غادي تكون في الجنب ماشي ضاربه في وجهكم ديريكت، اولا تقدر تستخدم الاضاءه اللي كتكون في الحيوط، حتى هذه كتعطي واحد الديكور واعر وكتزين التصويره بزاف. ما عندكش هادشي كامل وباغيين نطلعوا تصاور واعرين، فهاد اللايت هذا واعر بزاف ما غالينش بزاف وغادي يعاونوكم، وإلا كنتو في شكل كاع الناس راه غادي تصاوبوهم من راسكم. المهم نركزوا على الاضاءه، راه اهم الحوايج. دابا دوينا على الكاميرا، الوضعيه ديال الكاميرا والسايز وكل شيء. غادي ندوزو للطرف المهم واللي متحكم في هادشي كامل واللي هو انت، من جهه الملامح ولا البوز ولا الوضعيه ديالك عامه. فاول حاجه حاول تلقى واحد الزاويه مناسبه اللي كتبان فيها زوين، يا اما على اليمين يا اما على اليسار. فبالنسبه لي التصاور اللي بالجنب بحال هكا كيجيو كله يحسن من التصاور اللي كيبانوا فيهم الوجه ديريكت. الا لقيتي الجنب اللي مناسب ليك فركز ديما في التصاور ديالك على الايموشن، حاول تلعب على الايموشن، ماشي ديما تكون ضاح اولا ديما تكون معصب ومغوبش في التصاور. حاول تلعب في الملامح ديال وجهك على حسب انت شنو باغي توصل من هاد التصويره وعلى حسب المكان اللي باغي تصور فيه، يعني ديما عطي واحد اللمحه اولا عطي واحد الشعور اللي غادي يشوف التصويره. لي كولور ضروري تركز على الالوان اللي لابس، فضروري يكون ديك اللبس اللي لابس مديكرادي مع الالوان ديال الخلفيه، خاص يكون واحد التناسق. مثلا الا كنتي باغي تطلع واحد الاوتفيت فوتو فضروري يكون كونتراست ما بين الحطه والباك جراوند باش ما يبانش داكشي مخربق ومعزول. ولا بغيتي تطلع اوتفيت فوتو ناضين فركز على سمول اكسسوار بحال الساعه اولا السلسله اولا شي براسلي، كيعطيو واحد الجماليه وكيخليوك متميز في التصاور. دابا تقدر دير هادشي كامل، غادي يبقى لك عنصر واحد هو البوز اولا الوضع ديال الجسم ديالك. صراحه ما غاديش نطول عليكم في هذه النقطه بزاف حيت غير قلبت لقيتها متوفره بكثره. شوف هذه النقطه باينه وما بايناش في نفس الوقت. من اسهل لي بوز وابسطهم واحسنهم بالنسبه لي هي دير يدك في جيبك ويد برا، يا اما تكون هاز بها التليفون اولا شي كاس اولا خليها خاويه عادي. هاد البوز كتجي زوينه وكتبينك تايق من الراس. الا ما عجباتكش راه كاين بزاف وعرام ديال البوزات يمكن لك تختار، ركز غير ان الوضعيه تبينك تايق ماشي حشمان، واهم حاجه هي التعابير ديال الوجه ديالك. فإلا جمعتوا هاد النقط كاملين اللي درنا عليهم راه غادي تطلعوا تصاوروا واعرين لا لراسكم لا للدراري اللي كتعرفوا. وحاولت نبين لكم غير لا باز بلا ما ندخلوا في لي ديتاي حيت خاص بودكاست الا جينا ندويو على القواعد. فهذا الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى نكون فدتكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتهلاو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.